20 30 50. هتسالوني يعني ايه ده؟ دي ارقام قالتها اليزابيث وارن في الكتاب بتاعها اللي اسمه All Your Worth، يعني كل قيمتك، اجمالي قيمتك. اليزابيث عضو في الجون كونجرس الامريكي، وهي كاتبه مشهوره وبتكتب حاجات كتير قوي عن ازاي هاو تو مانج، ازاي تقدر تدور ممتلكاتك. هي تقصد ايه بالارقام دي؟ هي قصدها لو انت شخص عادي تاخد مرتب بيجي لك دخل ما كل شهر، الجزء الاولاني اللي هو ال50 ده للاساسيات، الاحتياجات بتاعتك، النيدز، اكل شرب لبس مسكن. الجزء الثاني اللي هو ال30 ده الحاجات اللي هي بتسميها نايس تو هاف، الحاجات اللي ظريفه، عايز اخرج اتعشى بره، اتفسح، اسافر حته. ال20% دي بقى، ودي انا في رايي هي اهم حاجه، ده الجزء اللي انت بتشيل المستقبل، لو عليك ديون تدفعها، لو ما عليكش تحوشه وتعمل بيه استثمارات، وده هنتكلم عليه ازاي تعمله في حلقه. طيب نطبق ده ازاي في البيزنس؟ الارقام دي بالنسب دي ما هياش قران، يعني ممكن كل حد يغير النسب، بس هو المقصود انك لازم تبقى عندك اولويات في البيزنس. ال50% هتبقى للاساسيات. ايه هي الاساسيات؟ اداره الشغل. لو انت مثلا عندك سوبر ماركت، الفلوس دي عشان تجيب بيها بضاعه، تدفع مرتبات موظفين، اللي هي الحاجه اللي هتجيب لك فلوس. طب ال30% الحاجات النايس تو هاف، ان يبقى عندي حوكمه صح، ان يبقى عندي IT وكاميرات بتعرف تظبط الامور صح، حاجه زي كده. ثالث حاجه بقى، ودي المهم اللي ما حدش بياخد باله منها، في 20% هتخليهم عشان ايه؟ لو عليك ديون تدفعها، وتخليها علشان تعرف تاكسباند، تعرف تتوسع، تعرف تعمل شغل تاني غير اللي انت فيه. لو انت عندك سوبر ماركت ممكن تفتح حاجه تانية، لو انت بتوزع مواد غذائيه تعمل شغل تاني، توزع موبايلات، او انت كصاحب بيزنس تستثمره في اي حاجه تانية. اللي بيفكر لقدام هو اللي بيستمر، اللي بيفكر تحت رجله ما بيستمرش. شكرا.